اهلا بيكم، عاملين ايه؟ هنزرع مع بعض النهارده نبات حلو جدا. هو نبات زينة، بس الميزة فيه ان هو ينفع داخلي، ينفع خارجي، ينفع في اي تربة. وشكله جميل جدا. النبات ده هو السنسفيرا او جلد النمر او جلد التعبان، على حسب الاسم، على حسب ما الناس بتسميه. طيب، النبات ده سهل جدا 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 في زراعته، ارشحه جدا للي بيحبوا الزراعه وبيحبوا النباتات، بس عايزين نبات سهل او عاوزين يبداوا بنبات سهل، فارشح جلد النمر جدا ليهم. وسهل جدا في اكساره. احنا محتاجين بس من النبات ده ورقه، نجيب ورقه من اي مكان، من اي مكان مزروع فيه سنسفيرا، نجيب ورقه واحده بس، او ممكن نجيب كمان قطعه من الورقه، يبقى نقص قطعه بس من الورقه، مش لازم الورقه كلها. هنعمل ايه؟ هنجيب الورقه هتبقى بالشكل ده، انا قصه كذا واحده، هتبقى بالشكل ده، وهنقص منها قطعه مقاس مثلا 10 او 15 سنتي، مقص حامي، ونقص بالشكل ده. ورقه واحده ممكن تعمل لنا ممكن تعمل لنا زراعات كتيره. اللي هنعمله ان احنا هنقص الورقه بالشكل ده، وهنسيبها يا اما يومين 3، يا اما هنزرعها على طول في نفس الوقت، الاتنين ينفعوا. طيب، النبات ده ينفع في اي تربه، اي تربه، شرب، رمل، بتموس، اي تربه، بس من الافضل لو احنا هنزرعه داخلي، يعني جوه البيت، يبقى تربه خفيفه، مثلا خليط بتموس ورمل، خليط شرب ورمل، بس الرمل يبقى اكتر. فاحنا لو عايزين نزرعه داخلي، يبقى التربه تكون خفيفه عشان ما تحتفظش بالميه لفتره طويله. فاحنا اللي هنعمله، هنجيب كده هنجيب الاساس اللي احنا عايزين نزرع فيه، معظمه رمل اهوت، لان انا هحطه داخلي، ما يبقاش القصيص مليان لاخره، ولا يكون قليل لتحت، يبقى وسط. نسيب مثلا مسافة 2 سنتي كده بس من القصيص اهو. القصيص اهو جاهز، معظمه رمل، بالذات لو احنا عايزين نزرعه داخلي. مهمة جدا لما نيجي نقطع الورقة ونقصها، نحطها في اتجاه نموها. يعني انا قصة دي من دي بالشكل ده اهو، ده اتجاه نموها، ما ينفعش نقلبها ونحطها كده، لا، هي اتجاه نموها كده، فهنحطها في اتجاه نموها. لو حطيناها العكس مش هتنبت خالص. ف لما نيجي نزرع الورقة نحطها في اتجاه نموها كده، نحط مثلا 2 سنتي كده تحت اهو، ونحط عليها التربة ونروي غمر. الحاجة بس الصعبة في السنسفيرا اللي هي بتتأخر شوية لحد ما تطلع جذور، ممكن شهر لشهر ونص لحد ما تطلع جذور، ومع بال ما تطلع نموات جديدة ممكن تقعد لحد 2 شهر. فاحنا نصبر ونستمتع بنموها واحدة واحدة. هنروي غمر، ويبقى احنا كده خلاص زرعنا السنسفيرا، وهنتابع مع بعض ان شاء الله تطورها الايام اللي جايه. والحاجات السهله برضو كمان في السنسفيرا ان هي ننساها خالص في الري، بالذات لو داخلي، يعني لو داخلي ننساها تماما في الري، ونروي لما التربة تجف تماما. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اشوفكم مرة تانية، مع السلامة.